ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يوم جديد مع حضراتكم النهارده الثلاث 7 جماد الأولى 1434 19 مارس 2013 10 برمهات 1729. اللي بيشوفنا بقى في الإعادة ياخد باله إن احنا يعني التاريخ هو بتاع بكرة، يعني التاريخ اللي احنا بنقوله ده بتاع النهارده، فما يسمعوا في الإعادة ما يعتبرش ان هو تاريخ اليوم الجديد. يعني هنبدأ مع حضراتكم كده بسرعة سريعة لأن عندنا فقرات كتير، فهنبدأ فقرة اسمها فقرة الجيش. اليوم السابع بتقول لحضراتكم بكرة الأجهزة الأمنية ترفع درجة الاستعداد للحالة جيم بسبب الزي العسكري. ماهر عبد الواحد وأمين صالح بيقولوا ننفرد بنشر وثيقة منسوبة لحماس تؤكد تواجد القسام في مصر لمساندة الإخوان. مسؤول القسام بسيناء يطلب دعم القيادة بعد اعتقال الأمن المصري عددا من أفرادها. وقائد حماس في مصر لمسؤوليه نقطتين، يعني قائد حماس في مصر بيقول للمسؤولين بتوعه مجاهدون أصبحوا في مرمى النيران بعد تسريب وثائق عن التكليفات الصادرة لهم. احنا المفروض يعني زميلنا ماهر عبد الواحد أمدنا بالوثيقة التي اعتمد عليها، وبتقول الوثيقة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جهاز الأمن الخاص. الأخ المجاهد مسؤول جهاز الدعوة حفظه الله تحية الجهاد والمقاومة. الموضوع عرض مختصر لمستجدات الأوضاع لمجاهدين على أرض مصر. يهديكم جهاز الأمن الخاص تحياته الجهادية، ونلفت نظركم بأن مجاهدين باتوا في مرمى النار والخطر المحدق نتيجة ما تم تسريبه من وثائق بخصوص التكليفات التي صدرت بمساندة الإخوة في مصر الشقيقة. فقد توالى لعلمنا ومن خلال المجاهدين أن عددا منهم تم اعتقاله وآخرين أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى أماكن آمنة بمساندة الإخوة هناك بعيدا عن أعين عملاء النظام البائد وأذناب أجهزة الأمن. إلى أن هذا الأمر لا يكفي وعليه نضع بين أيديكم هذه المستجدات للتعامل معها حسب رؤيتكم السديدة. تقبلوا دعاء إخوانكم المخلصين لخدمة المشروع الإسلامي. مسؤول الأمن الخاص أخوكم كتائب الشهيد عز الدين القسام. دي حضراتكم الوثيقة، معرفش معانا؟ طيب لو تنشروها آدي ما يسمى الوثيقة. الحقيقة ماهر عبد الواحد عمل حاجة لطيفة جدا، إنه عمل كوكتيل كده من آراء البعض، منهم إبراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة شكك في صحة الوثيقة، وأكد أن حركات المقاومة وأذرعها العسكرية لا تلجأ للتواصل عبر الإنترنت، إنما تلجأ لطرق أخرى للتواصل أكثر أمانا منها التواصل الشخصي. وأضاف الدراوي أن هذا الخطاب يستطيع أي شخص يمتلك مهارات الطباعة والكتابة عمل عشرات النسخ منه وتوزيعها. ويستبعد أن يكون لا يستبعد أن يكون وراء هذه الوثيقة أو هذا الخطاب النظام السوري والإعلام التابع له في مصر بهدف معاقبة حماس على خروجها من دمشق. الخبير الاستراتيجي اللواء محمود خلف بيقول إنه من الصعب على أي شخص الإجابة عن السؤال الخاص بحقيقة تواجد عناصر القسام في مصر، وقال من غير الوارد وجود تشكيلات مسلحة تابعة لحماس أو غيرها، لكن المؤكد أن في مصر فلسطينيين من الوارد أن يكونوا تابعين لأي جهة. وعن الخطاب الذي حصلت عليه اليوم السابع قال خلف لا أعترف بمثل هذه الخطابات، مشددا على أن الجيش المصري يقظ تماما ويفرض سيطرته على كل الأراضي المصرية. ايه بقى الميزة في الكلام اللي احنا قلناه ده، وليه احنا جبنا الوثيقة وقلنا عليها وفي نفس الوقت جبنا آراء؟ لأنه في
بعض الاراء هنا ماهر عبد الواحد جايبها بتؤيد تلك الوثيقه، لكن اللي احنا جبنا الاراء اللي جايبها ايضا ماهر عبد الواحد بتشكك في تلك الوثيقه. يعني احنا حاولنا نتصل بحد من المقاومه او عز الدين القسام، لم يتيسر لنا حد يرد، فاحنا بنقول انه رد هؤلاء ربما يكون او يسد ثغره ان احنا ما قدرناش نوصل لحد من عز الدين القسام. اذا الوثيقه محل تشكيك، لكن الزميل ماهر عبد الواحد بيرى انه حصل عليها بطرقه الخاصه. وثيقه منسوبه لحماس تؤكد وجود كتائب القسام في مصر مساندة الاخوان، والخبير الاستراتيجي اللواء محمود خلف بيشكك في هذا الامر، وايضا ابراهيم الدراوي يشكك في هذا الامر. الشروق غدا ايضا عن الجيش، مصدر عسكري بيقول عناصر جهاديه فلسطينيه وراء تهريب الزي العسكري. كيف عرف، ده تساؤل، كيف عرف قيادي الاخوان ان الاكمشه تستخدم لملابس اطفال؟ هل يعرف المهربين؟ في احد قيادات الاخوان قالوا ان الاكمشه تستخدم لملابس الاطفال. السؤال هنا، هو مين عرفه ان دي بتستخدم ملابس الاطفال؟ هو يعرف ان اللي هربوا القطع ديت ولا لا؟ لكن في صفحه 3 جوه او في الصفحه الداخليه جوه حاتم الجهمي ومصطفى سنجر في بعض التساؤلات مهمه جدا. السيسي يأمر بتعميم تغيير الزي العسكري تمام، ويشدد على ضبط المشتبه بهم. إشارات وكلمات سرية بين الضباط والجنود لضبط أي مندس. في إشارات وكلمات سرية بين الضباط والجنود لضبط أي مندس. دي حاجات بقى ترجع، الإشارات والحاجات دي ترجع للوضع في القوات المسلحة. الوطن غدا، خالد محمد وولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي. حماس طلبت توطين الفلسطينيين بسيناء، ووزير الدفاع رفض. مصدر سيادي، نقطتين، أدلة تؤكد تورط حماس وجماعة الفرقان في مجزرة رفح، والأجهزة المصرية أوقفت جهودها للمصالحة الفلسطينية مؤقتا. صحيفة الوفد غدا، الأستاذة فكرية أحمد بتقول نقلا عن صحيفة معاريف إن السيسي رفض لقاء مشعل لتأكده من تورط حماس في مذبحة رفح. احنا عارفين إنه خالد مشعل قابل المرشد العام للإخوان المسلمين أول امبارح، وبالتالي فكرية أحمد نقل عن المعاريف إنه هو فعلا خالد مشعل قابل المرشد العام للإخوان، لكنه لم يستطع مقابلة وزير الدفاع اللي رفض بسبب تأكد وزير الدفاع من تورط حماس في مذبحة رفح.